هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 11 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونتناول في الجزء الأول من حلقة اليوم وضع المرأة في إريتريا بمناسبة 8 من مارس آذار، يوم المرأة العالمي. وفي الجزء الثاني نقدم لكم تعليقا ومتابعة للدبلوماسية الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد بينما تتفاقم الأوضاع داخل بلاده. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون يعقدون اجتماعات تناقش آفاق التغيير الديمقراطي. أكبر حزب معارض في الجزائر يسحب أعضائه من البرلمان. تظاهرات حاشدة في إقليم أوروميا حول توزيع وحدات سكنية. رئيس جنوب السودان يقدم اعتذارا لشعبه عن الحرب الأهلية. هذه إذاعة إرنا. ناقشت مجموعة من الشباب الإريتري في العاصمة السويدية ستوكهولم في 3 من الشهر الجاري سبل التغيير الديمقراطي في البلاد وتنحي الرئيس السياسي أفورقي عن السلطة. جاءت هذه المناقشات تحت إشراف المظلة الجامعة للإريتريين والتي تعرف باسم نهضة إريتريا. ونادى المجتمعون بتكوين كيان جامع للإريتريين يوحد جهودهم في مقاومة الدكتاتورية وتسريع التغيير الديمقراطي في البلاد. وضمن نفس الفعاليات عقدت مجموعة أخرى من الإريتريين اجتماعا في مدينة نانت في غرب فرنسا في الشهر الماضي. وتم في الاجتماع مناقشة تطورات السلام بين إريتريا وإثيوبيا، حيث أكد المجتمعون بأن هذا السلام لم يحقق الغرض منه، وهو إحلال السلام الداخلي في إريتريا عبر إطلاق سراح المعتقلين وترسيم الحدود وانسحاب القوات الإثيوبية من الأراضي الإريترية المحتلة، إضافة إلى أن الحكومة الإريترية لا زالت تدخل في التزامات دولية تخفيها عن الشعب الإريتري. أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري المهتم بالشؤون الأفريقية بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، أعلن يوم الأربعاء الماضي عن سحب نوابه من البرلمان من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان. وتعيش الجزائر منذ 22 من فبراير الماضي على وقع مظاهرات حاشدة رفضا لترشح الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقال الحزب في بيان له أن صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام الذي يحكم البلاد منذ استغلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تغيير المصير. وأعرب الحزب عن ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 18 من أبريل المقبل، ورفضه لما وصفه بمسخرة انتخابية إضافية. وأضاف الحزب: احتشد الشعب الجزائري للمطالبة بترحيل نظام فرض بالقوة وبتزوير الانتخابات، كما وصف ترشح رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لخلافة نفسه بالانقلاب الآخر المتحدي للإرادة الشعبية. وأشار الحزب إلى أن أنصار النظام يتجاهلون غضب الشعب الجزائري ومطالبه من أجل قطيعة شاملة وراديكالية مع النظام وليس تغييرا في النظام واستمراره، كما حملهم مسؤولية أي تصد عنيف للمقاومة الوطنية السلمية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الشارع في إطار التضامن والشراكة. وكشف حزب جبهة القوى الاشتراكية أنه قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان الذي وصفه بأنه غير شرعي وغير شعبي، وذلك من أجل النضال مع الشعب في الشارع. أفادت وكالات الأنباء بأن إقليم أوروميا شهد صباح يوم الجمعة الماضي تظاهرات حاشدة في الإقليم.
وجاءت التظاهرات على خلفية قيام إدارة مدينة أديس أبابا بتوزيع 12,000 وحدة سكنية من أصل 50,000 وحدة سكنية بنتها الحكومة أجل حل أزمة السكن هناك. ووجهت إجراءات إدارة المدينة بتظاهرات حاشدة بسبب تخصيص الأراضي ومشاكل الملكية داخل الإقليم. ويعود السبب الرئيس وراء التظاهرات إلى أن إدارة البلدية اشترت أراضٍ وبنت عليها مبان مخصصة للتوزيع بدل السكن العشوائي. وعندما رأى أصحاب الأراضي تحول أراضيهم إلى مبان سكنية ضخمة طالبوا بفسخ عقود البيع، بينما تمسكت إدارة البلدية بحقها في ملكية الأراضي، مما أدى إلى خروج العشرات في تظاهرات مطالبين بإعادة النظر في حقوق ملكية الأراضي الخاصة بهذه المشاريع الإسكانية. وكانت حالات الفساد التي صاحبت بيع الأراضي وبناء المشاريع قد أدت في السابق إلى ظهور العديد من المشاكل بين الإدارات الحكومية والسكان. ولا زالت الحكومة المركزية لم تضع قوانين ملزمة وحدود فيدرالية واضحة بين إدارات الأقاليم المختلفة. الجدير بالذكر بأن العاصمة أديس أبابا تم إلحاقها بإقليم أوروميا، وكان الإقليم قد شهد مظاهرات حاشدة عام 2015 ضد توسيع العاصمة أدت إلى مقتل العديد من المتظاهرين برصاص الشرطة. للمزيد حول هذه الموضوعات وسياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الخارجية تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قدم رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت اعتذارا أمام جموع كبيرة من شعبه في خطاب جماهيري له. وقال الرئيس سيلفا كير بأنه من المؤسف أن يقع التنظيم الذي قاتل من أجل حرية الشعب والذي حقق الاستغلال فريسة للصراع على السلطة، ونتيجة هذه الحرب ومآسيها شيء يدعو للاعتذار من الشعب الذي تحمل كل هذه الآلام. وضمن نفس السياق أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بأن الطرفين في جنوب السودان ملتزمان حتى الآن باتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين فصيل نائب الرئيس السابق رياك مشار ورئيس الحكومة سيلفا كير ميارديت. ولا زال جنوب السودان يعيش أوضاع ما بعد الحرب مع مخاوف من تجددها مرة أخرى. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من عاصمة جنوب السودان نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. الإريتريون يعقدون اجتماعات تناقش آفاق التغيير الديمقراطي. أكبر حزب معارض في الجزائر يسحب أعضائه من البرلمان. تظاهرات حاشدة في إقليم أوروميا حول توزيع وحدات سكنية. رئيس جنوب السودان يقدم اعتذارا لشعبه عن الحرب الأهلية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي، والذي نسلط فيه الضوء على أهم أحداث الأسبوع الماضي. ونبدأ الجزء الأول بتناول أوضاع المرأة الإريترية في يوم المرأة العالمي، والذي صادف يوم الجمعة الماضي 8 من آذار مارس الجاري. أما الجزء الثاني من برنامجكم فسوف نخصصه لدبلوماسية رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والزيارات المشتركة بين عواصم دول القرن الأفريقي باستثناء جيبوتي والخرطوم. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرينا. صادف يوم الجمعة الماضي 8 من الشهر الجاري اليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي تحتفل فيه المرأة في أنحاء العالم بإنجازاتها في الحصول على مكانة تحت الشمس إلى جانب الرجل. وقدم الزميل أحمد شريف في نفس اليوم برنامجا خاصا استضاف فيه السيد محمد أحمد حسين، والذي تحدث فيه عن دور والدته الشهيدة سعدية محمد حمد ودورها النضالي منذ عام 1962
ومساندتها لزوجها وللثورة وتقديم العون لجرحى حرب التحرير الوطني. وعرج الأستاذ محمد أحمد حسين إلى تناول دور زوجات المقاتلين، حيث أكد بأنه لولا أن نساء الرجال الأوائل كن قويات العزيمة والإخلاص لوطنهن وأزواجهن لما استطاع هؤلاء النفر الشجعان من الرعيل الأول الالتحاق بالثورة وترك أسرهم في السودان. وكان هؤلاء الرعيل الأول يقاتلون ويقضون الأيام والشهور بعيدا عن أسرهم، وكن النساء هن اللائي يقدمن المسؤولية الوطنية والأسرية على كل اعتبار ومسؤولية أخرى. وسلط البرنامج الضوء على النساء في إريتريا ودورهن المتميز خلال عقود طويلة من أجل التحرر والانعتاق. هذه إذاعة إرنا. دوما ما يتم التركيز على دور المرأة الإريترية المقاتلة في ساحات القتال، خاصة وأنها في أوج مشاركاتها النضالية استطاعت أن تحقق نسبة مشاركة بلغت ربع الجيش الشعبي لتحرير إريتريا، والذي حقق التحرير عبر معارك بطولية سجلها التاريخ. قبل ذلك كانت هناك مشاركة واضحة للمرأة الإريترية في صفوف جيش التحرير الإريتري التابع لجبهة التحرير الإريترية. حتى في المدن الإريترية المختلفة كان للمرأة دور لا يستهان به في العمل الثوري، تمثل في نقل الرسائل ومداواة الجرحى وحفظ الأسلحة والغنابل والتبليغ عن الخونة وعقد الاجتماعات والتشويش على جيش العدو. وبلغت أقصى مساهمات المرأة في العمليات الفدائية التي شاركت فيها المرأة، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر المناضلة رمان صالح وأخريات يصعب حصرهن الآن. هو امتد بهن العمل من ساحات العمل الثوري وصولا إلى العمل التنظيمي الهرمي والنقابي وتمثيل المرأة الإريترية في الخارج، وذلك عن طريق الاتحاد العام للمرأة الإريترية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، حيث برزت هناك أسماء لامعة في العمل السياسي والنضالي، ولا زالت بعض هذه الأسماء على قيد الحياة تقدم تاريخا وحكايات لنضال مرير إلى جانب الرجل من أجل حياة كريمة للشعب الإريتري. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولكن عند أي محطة توقفت نضالات المرأة الإريترية؟ أن هذا السؤال يطرح هموما كبرى ويحاول الإجابة عليها، فالوطن الذي ناضل من أجله الرجل إلى جانب المرأة ليس هو الوطن الحلم الذي ناضل الآباء والأمهات من أجل رؤيته عزيزا مصونا يرفرف علمه خفاقا بين الأمم. الرجل قبل المرأة يسجن اليوم في إريتريا دون ما ذنب ودون ما محاكمة ودون ما أمل في مغادرة الزنزانة لرؤية أحبابه وأطفاله وأمهاتهم. إن العقوبة في إريتريا تصيب الأب والأم وتدمر الأسرة، فكم من سجين أمضى سنوات وزوجته لا تعرف أما إذا كان حيا يرزق أم أنه انتقل إلى رحاب المولى عز وجل، ولا تعلم إما إذا كانت تلبس ثوب الحداد أم تنتظر على أمل اللقاء به. فالزوج حبيس والابن حبيس والأخ مهاجر والعم مغترب، كل ذلك من أجل الهروب من إريتريا التي أصبحت سجنا كبيرا تعاني فيه المرأة قبل الرجل. وللأسف أصبح أيضا الذين ناضلوا من أجل حرية الوطن ولبسوا الرتب العسكرية اليوم أصبح بعضا منهم ذئابا بشرية تقتصب وتنتهك شرف الفتيات فيما يسمى بمعسكرات الخدمة، تلك الخدمة القسرية والقهرية التي سلبت من الفتيات في بلادي مستقبلهن وحلمهن في حياة زوجية سعيدة. إن المرأة الإريترية اليوم تعيش في وطن لا دستور فيه ولا حق، رجلها مهدد وأخيها مشرد وجهدها مبدد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يحز في نفوسنا ونحن نحتفل بيوم المرأة أن تكون حرائر بلادنا وراء القضبان منذ سنوات، وهن يدفعن من أعمارهن ضريبة الكرامة والمقاومة، كل ذلك لأنهن قلنا كلمة لا ضد عدو الوطن
وضد عدو أحلامهن. سنوات تمر اليوم وأخوات وأمهات لنا وراء القضبان لا يعرف لهن مكان ولا يعرف لهن حال. كل ذلك ما يثير الخجل والخيبة أن تكون هناك امرأة منتهكة الحق والعرض في زنازين بلادي ونحن غير قادرين على مناصرتها وانتزاع حقها. حقا أن الوطن الذي ناضلت من أجله المرأة الإريترية لا زال حلما بعيدا، ولكن تظل روح الأمهات والآباء الذين سطروا المآثر حاضرة لتلهم الأجيال بأن المستقبل لا يكون دون نضال وكد وجهد. وسيرة المرأة الإريترية المقاتلة والمزارعة والمطببة والأم هي خير دليل ونبراس. المجد والنصر لنساء إريتريا. هذه إذاعة إرنا. المستمعين أو المستمعات الأفاضل، استمعتم في الجزء الأول من برنامج تعليق على الحدث لهذا اليوم، متابعة وتعليق حول أوضاع المرأة بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي. ونقدم لكم في الجزء الثاني من برنامجكم مستمعي ومستمعات الأفاضل تعليق حول النشاط الدبلوماسي المحموم لرئيس الوزراء الإثيوبي ومآلات الأوضاع في داخل بلاده وفي المنطقة. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا. شهدت منطقة القرن الأفريقي حراكا دبلوماسيا نشطا يقف على رأسه رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد. ففي يوم الأحد قبل الماضي زار برفقة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا العاصمة أسمرا، والتقى الرجلان مع الرئيس إسياس أفورقي. وقرر الزعماء الثلاث زيارة عاصمة جنوب السودان، وذلك بغرض تلطيف الأجواء بين الرئيس الكيني والرئيس الجنوب السوداني. ولكن الرئيس الكيني اعتذر، فقام الرئيس إسياس بصحبة رئيس الوزراء الإثيوبي باستغلال الطائرة إلى جوبا. وكان من المقرر أن تهبط الطائرة الإثيوبية في مطار الخرطوم صباح الاثنين الماضي. وتم إعلام الصحفيين بالزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء الإثيوبي ولقائه المحتمل مع الرئيس السوداني عمر البشير. ولكن وحسب موقع سودان تريبيون حسن الاطلاع فإن الرئيس الإريتري رفض التوقف في الخرطوم، مما اضطر رئيس الوزراء الإثيوبي إلى إلغاء فكرة التوقف في الخرطوم ولقاء الرئيس السوداني. بعد ذلك قام رئيس الوزراء الإثيوبي باصطحاب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو إلى نيروبي. وصرح مكتب رئيس الوزراء بأن هدف الزيارة هو تقريب وجهات النظر وبناء الثقة واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد قطع كينيا للعلاقات مع الصومال بعد اتهامها لها بأنها منحت عطاءات لشركات للتنقيب عن البترول في المياه الدولية المتنازع عليها بين البلدين. وكان الصومال من ناحيته قد قدم شكوى ضد كينيا في محكمة العدل الدولية سنة 2014، ولم تبت المحكمة في القضية حتى اليوم. وأزمة الحدود بين كينيا والصومال قديمة، حيث يعتبر الصومال بأن الإقليم الواقع شرق كينيا والمجاور لها أراضٍ سيادية صومالية منحتها بريطانيا لكينيا دون وجه حق. وزاد من توتر العلاقات بين البلدين العمل المتنامي لحركة الشباب المجاهدين المتطرفة، والتي قامت بشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الكينية، إضافة إلى الهجمات المستمرة التي تتعرض لها القوات الكينية العاملة ضمن القوات الأفريقية لحفظ السلام في الصومال. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. رئيس الوزراء الإثيوبي يحاول وحسب مبادئ مذهب البنط المسيحي المثالي الذي يتبعه أن يغرس السلام في المنطقة بروح مثالية تقفز على معطيات الواقع المعاش، حيث جراح الماضي وأزمات المنطقة تجعل من الصعب الاعتماد على النوايا الحسنة كأداة وحيدة لتحقيق وحدة دول القرن الأفريقي التي مزقتها الحروب والمجاعات وزادت من خلافاتها أجواء عدم الثقة بين قادتها. فالرئيس السوداني والإريتري لا يتفقان،
والرئيس الجيبوتي والإريتري لا يتفقان كذلك من ناحية أخرى. أما الرئيس الأوغندي فيعتبر خارج منطقة التغطية لأنه لم يرحب بأي مبادرة من الجانب الإثيوبي. أما الرئيس الكيني فهو يتعامل بواقعية من يدرك تاريخ المنطقة واحتياجات بلاده. أما رجل المبادرة أبي أحمد فهو المتهم داخل بلاده بتفضيل الحركة الخارجية والنشاط الدبلوماسي الخارجي وممارسة العلاقات العامة تهربا من الاستحقاقات الملتهبة في بلاده. فهو يزور عواصم دول الجوار أكثر مما يزور المناطق التي بحاجة إلى زيارة في بلاده، خاصة مناطق النزاع العرقي، حيث يغيب دور الحكومة وتسيل الدماء وتدخل إثيوبيا في أزمات تهدد كيانها. كل ذلك ورئيس الوزراء ينشغل بالصلح بين أسمرة والخرطوم وبين مغديشو ونيروبي. وربما تكون هذه الدبلوماسية أكثر جدوى إذا ما التزمت إثيوبيا بسلامها مع إريتريا وقامت بسحب قواتها من المناطق المحتلة، وإذا قام رئيس الوزراء بمعالجة مشاكل الداخل الإثيوبي أكثر من التركيز على المحيط. وتظل هي حركة دبلوماسية وليست أي حركة دبلوماسية بالضرورة منتجة لأي وضع دولي جديد، وهذا هو تحدي الأيام المقبلة لكل زعماء المنطقة، خاصة رئيس الوزراء الشاب المندفع أبي أحمد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث لهذا اليوم، تعليق ومتابعة للنشاط الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي بينما الأوضاع تلتهب داخل إثيوبيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا بكم مجددا، وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الإريتريون يعقدون اجتماعات تناقش آفاق التغيير الديمقراطي. ناقشت مجموعة من الشباب الإريتري في العاصمة السويدية ستوكهولم في 3 من الشهر الجاري سبل التغيير الديمقراطي في البلاد وتنحي الرئيس إسياس أفورقي عن السلطة. أكبر حزب معارض في الجزائر يسحب أعضائه من البرلمان. أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر أعلن يوم الأربعاء الماضي عن سحب نوابه من البرلمان من أجل النضال إلى جانب الشعب في الشارع. تظاهرات حاشدة في إقليم أوروميا حول توزيع وحدات سكنية. أفادت وكالات الأنباء بأن إقليم أوروميا شهد صباح الجمعة الماضي تظاهرات حاشدة في الإقليم، وجاءت التظاهرات على خلفية قيام إدارة مدينة أديس أبابا بتوزيع 12,000 وحدة سكنية من أصل 50 وحدة سكنية بنتها الحكومة من أجل حل أزمة السكن هناك. أخيرا، رئيس جنوب السودان يقدم اعتذارا لشعبه عن الحرب الأهلية. قدم رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت اعتذارا أمام شعبه، وقال فيه أنه من المؤسف أن يقع التنظيم الذي قاتل من أجل حرية الشعب والذي حقق الاستغلال فريسة للصراع على السلطة، ونتيجة هذه الحرب ومآسيها شيء يدعو للاعتذار من الشعب الذي تحمل كل هذه الآلام. هذه إذاعة إرينا. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ختاما مستمعي ومستمعات الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم متابعتنا والكتابة إلينا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.